لو مشيتي ورايا نوميا انت هتعملي سفرة لشم النسيم محدش عملها قبل كده. الاول هنروح نحط البيض يتسلق في الاير فراير، وفي الكبه الكبيره بتاع ميانتا اسينشالز برو هحط البطارخ وعليها الطحينه وزيت الزيتون وكمان البنجر عشان هعمل غموس رائع جدا، لو جربتوه هتدمنوه. وانا مش هستنى بقى اغسل الكبه الكبيره، انا هستخدم الكبه الصغيره اللي بتيجي مع الجهاز. هحط فيها بقى التحبيشه بتاعه الحواوشي. انا بعمل حواوشي رنجه يا جماعه مش طبيعي جماله. باخد الخلطه بتاعه الحواوشي هكتبها لكم في الكابشن، بحطها على الرنجه المتفصصه وعليها البهارات والطحينه، وبعد كده بخلط كويس قوي واجيب العيش الميني الصغنون ده احشيه بالحشوه اللي انا حضرتها. الميني حواوشي ده صدقوني بيخلص اول حاجه يوم شم النسيم على السفره، ولا بقى تولعي الفرن ولا تقولي لي هسويه على الطاسه. انت تاخدي الساندويتش ميكر بتاع ميانتا بحجمه الكبير وتسوي فيه كل الحواوشي بتاعك على 3 دفعات تقريبا، كل دفعه منهم هتاخد منك دقيقتين بالظبط. هتاخدي البيض بعد ما تقشريه تفصلي الصفار عن البياض، وبعد كده تاخدي البياض تعديه في البيض وبعد كده في البقسماط وترصيه على رف الاير فراير وتدخليه يتحمص لمده 10 دقائق. وفي كوبايه الهاند بلندر اللي بتيجي مع الاسينشالز برو هتحطي بقى مكونات بيستو الريحان اللي انا هكتب لك عليها، وهتطحنيهم كويس قوي لحد ما يوصلوا للقوام ده، وتنزلي بيهم على صفار البيض المهروس وتخلطي كويس لحد ما تبقى معاكي الموسلين بالشكل ده. هتحطيها في كيس الحلواني وتحشي البيض المتحمر بتاعك، وعلى السريع كده اغسلي كوبايه الهاند بلندر وغيري الدراع وحضري موس ليمون من 4 مكونات هتلاقيني كاتباها لك في الكابشن. بذمتكم في شياكه ولا طعامه احلى من كده؟ ودايما بقول ساعه العزومه خلي الاجهزه اللي تريحك في ظهرك وسيبي الوصفات عليا. ها عايزين وصفات زياده ولا بس؟ والله